مساء الخير على كل متابعي جريدة الوطن. مساء الخير على حضراتكم جميعا. كل سنة وانتم طيبين في واحد من أهم وأمتع الأحداث الثقافية مش بس في مصر لكن كمان على مستوى المنطقة العربية، بل إن دي سمعته الدولية ومصر تحديدا. هنا معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 54 هو واحد من أعرق معارض الكتب على مستوى العالم، مش بس على مستوى منطقة الشرق الأوسط أو المنطقة العربية. المكان هنا ليه سمعته المصرية والعربية والدولية. ضيف شرف هذا العام هي دولة شقيقة نعتز بها جميعا، المملكة الأردنية الهاشمية. أما ضيف شرف هذا المعرض لهذا العام هو الكاتب والشاعر العظيم والصحفي ورسام الكاريكاتير متعدد المواهب ومتعدد التجارب والخبرات الأستاذ صلاح جاهين. وضيف شرف كتب ومؤلفات الأطفال طبعا هو الأستاذ الكبير الأستاذ كامل كيلاني. احنا النهارده موجودين في محور المئويات والحديث عن شخصية مختلفة تماما، شخصية قدمت الكثير لهذا الوطن مصر، شخصية دايما بنردد كلمتها إن مصر ليست وطنا نعيش فيه لكنه وطن يعيش فينا. مئوية قداسة البابا المعظم أنبا شنودة الثالث مثلث الرحمات الذي تنيح وانتقل عن عالمنا في مارس 2012. احنا بنحتفل بمئوية ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا أنبا شنودة الثالث 1923-2023. وعايز أقول لحضراتكم إنه يبدو إن عام 23 هو فعلا عام مختلف في الثقافة المصرية وفي التاريخ المصري بل وفي التاريخ العالمي أيضا. إحنا السنة دي مئوية الأستاذ هيكل ميلاده أيضا 1923. 23 السنة دي 100 سنة على دستور 1923 واللي كان فيه نص صريح وواضح ومباشر عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة. وبمناسبة وجود يعني أصدقاء وزملاء إعلاميين وصحفيين الآن، أيضا 50 سنة على نصر أكتوبر، 100 سنة على وفاة فنان الشعب سيد درويش 1923، 75 سنة على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ربما مش من باب المبالغة لو قلنا إن هذا العام هو عام للحرية والكرامة والعزة، على اعتبار إن إحنا بنحتفل بعدد كبير من المناسبات، وإحنا بنحتفل بيها مش بس من باب يعني التسلية أو الإمتاع الثقافي والفكري، ولكن في الحقيقة إحنا بنعمل عملية تنشيط للذاكرة الوطنية وتنشيط لتاريخنا المصري. إحنا بنقرأ تاريخنا عشان نستفيد للحاضر وعينينا دايما على المستقبل. دايما التاريخ عندنا هو الماضي والحاضر والمستقبل، وكما تعلمنا من أساتذتنا إن التاريخ هو ذاكرة الأمة، وأمة بلا ذاكرة هي أمة بلا حاضر وربما بلا مستقبل. احتفالنا اليوم في تقديري احتفال مختلف، بنحتفل بشخصية كنسية ووطنية هو قداسة البابا شنودة الثالث. نتعلم من مواقفه، نتعلم من أفكاره وخبراته وكتاباته الكثيرة لحاضرنا ومستقبلنا، وليس فقط يعني من أجل الذكرى فقط. يعني اسمحوا لي نبدأ مع الأستاذ أحمد السرساوي، هيبدأ يتكلم عن مواقف في حياة البابا شنودة الثالث. الحقيقة اسمحوا لي إن أنا يعني أعرب عن يعني سعادتي الشخصية جدا إن أنا أجاور يعني نيافة الأنبا إرميا في هذه الندوة، لأن يعني إحنا يعني أتشرف بصداقة نيافة الأنبا إرميا من سنوات طويلة، وهو أيضا اللي كتب عن قداسة البابا شنودة. وهو الحقيقة الكتاب مش عن البابا رجل الدين، وإن كان طبعا تعرض في جزء من الكتاب لقصة يعني حبريته، لكن الحقيقة هو الكتاب عن هذه الأسطورة الوطنية اللي هو يعني من هنا أنا استمديت اسم الكتاب، لأن هو هذا الرجل الفذ زي ما احنا هنتكلم يعني بالتفاصيل كان يستحق هذا اللقب. وأنا يعني لم أكن مبالغا على الإطلاق عندما أسميته أو أسميت الكتاب أو أطلقت
لقب الأسطورة على البابا شنودة. هذا الرجل يعني يتمتع بجوانب كبيرة جدا من العظمة والكاريزما والتكوين الشخصي اللي هو صعب جدا ان هو يتكرر، زي بالظبط ما تفضل الدكتور رامي وقال ان هو كان يعني ملخص لجيل كامل والعصر كامل من العظمة او الثقافة المصرية. واسمحوا لي كمان انا اشكر الدكتور رامي صديقي العزيز يعني على دعوته ان انا اتحدث في هذه الندوه، لانها يعني هي كانت بالترتيب دكتور رامي، فيعني انا بشكره شكرا جزيلا. ده برضو زي ما سنه 23 كده كانت محطه فاصله في تاريخ مصر، 71 كانت محطه غريبه وفاصله. 71 توفى جمال عبد الناصر، توفى البابا كرولوس السادس. مصر كانت بتخوض حرب استنزاف، حرب عنيفه جدا على الجبهه. افتتح السد العالي، استشهد الشهيد عبد المنعم رياض، فكان سنه 71 يعني سنه حافله. غير كده ان كان بدات بعض المناوشات في منطقه الخنكه سنه 71، وتولى البابا شنودة ومصر كانت في ازمه على كل الاوجه. نتكلم عن البابا شنودة السادس. بصراحه هذا الرجل يعتبر موسوعه متعدده وليه مواقف كثيرة جدا، وزي ما قال الأستاذ أحمد السرساوي ممكن نتكلم أيام وما نخلص الكلام عنه. لكن أنا عشان موجود في معرض الكتاب الدولي وإحنا كلنا في هذه الأيام نحتاج إلى تنمية الانتماء والوطنية لينا، فأقول إن هذا الكلام سمة بارزة في التاريخ المسيحي منذ العصور المسيحية الأولى. أقول أن الكنيسة في 20 قرن اعتبرت هذه البلد أساسا لها، وحب الوطن حب لا يتجزأ من الإيمان أو الدفاع عن هذا الوطن. وعشان كده نلاقي في البابا شنودة مواقف وطنية متلألئة صادقة صدرت منه كرأس الكنيسة تحمل جواها حب هذا الوطن. عشان كده كانوا يسموه البابا الوطني، بابا الحوار أو والاتصال. أستاذ أحمد السرساوي سماها الأسطورة لأنه في جيله ما فيش حد كان زيه، واستطاع يضيف للتاريخ أشياء كثيرة جدا. المقولة بتاعته إن مصر يعني دي كانت ندوة البابا شنودة الثالث من معرض الكتاب. كان هنا موجود فيها الكاتب الصحفي أحمد السرساوي والأنبا أرمية، وكان بيدير الندوة الأستاذ رامي عطلة. ده جزء من الندوة، ندوة بابا شنودة الثالث. كنت معاكم أنا محمود الأمين، شكرا لحضراتكم.